بُصّي يا ستي، باصة يا قلبي، بتقول لي جوزي كان عنده حتّة أرض وكان عايز يبنيها، رغم إن هو معاهوش فلوس بس قال لي برضه عايز أبنيها، وبدل ما نقعد في الشقة اللي إحنا قاعدين فيها إيجار دي، هاتي دهبِك واعملي لي كارد وابني البيت، مقابل إيه يا عم الحاج؟ مقابل إني هاكتب لِك البيت باسمِك. طب تمام لحد كده، بس في حاجة صغننة قد كده، إيه الحاجة الصغننة دي؟ إن أنا هاجيب أمي تقعد معايا في البيت ده، علشان هابني لها أول دور وإحنا نقعد في التاني دور. فقُلت له: "خلاص ماشي وما فيش أي مشكلة." المهم سحبت له القرض بضمان الوظيفة بتاعتي، وبِعت دهبي كلّه فعلًا، وبنينا دورين، دور قعدت فيه مامته، ودور قعدنا فيه إحنا، بس ما كناش لسه قعدنا، يعني كنا جبنا نُص العفش، ونُص العفش ما كناش لسه جبناه. رغم إن أهلي كانوا رافضين خالص إن أنا أبيع الدهب وأعمل له قرض، بس أنا قُلت لأ مش مشكلة، أنا هاقف جنب جوزي وهاكبّره ونعمل بيت وكل حاجة هتتكتب باسمي، وخلاص ليّا ولعيالي يعني مش مشكلة. دلوقتي بيقول لي لأ أنا كتبت البيت باسم أمي علشان المخالفات، سألته قُلت له: "ليه يعني؟ طب ما كنت كتبته باسمي أنا." قال لي: "لأ." فسألت من وراه والكلام ده، عرفت إن اللي هو بيقوله ما لوش علاقة، واكتشفت إن هو واخد فلوس من أمه كمان بنفس الحجة دي طبعًا. أنا بقى اتعفرتّ لمّا عرفت الكلام ده، وبعد كده رفضت إن أنا أدخل البيت ده من أساسه، وقُلت له: "لأ أنا هافضل بقى في الشقة الإيجار اللي أنا عايشة فيها دي أنا وعيالي، ومش هاعيش معاك أصلًا، وعندي الأوضة بتاعة النوم لسه ما نقلتهاش البيت، وما فيش أي حاجة اتنقلت البيت غير أوضة الأطفال بس هي اللي راحت البيت، غير كده كل العفش بتاعي لسه في الشقة." قُلت له: "أنا عايزة حقي." قال لي: "ما فيش حقوق." هو دلوقتي سايبني وقاعد في البيت لوحده هو وأمه هناك، وأنا هددته إن أنا هارفع عليه قضية، قال لي: "اعمليها كده وأنا هابعت لِك ورقتِك." وبيهددني لو ما رجعتش هيتجوز واحدة تانية ويقعد معاها، رغم إن هو متنيل أصلًا وضعيف وما يقدرش يعمل حاجة أصلًا وما يقدرش على جواز تاني، ودلوقتي بدأ ييجي الشقة تاني ويحاول يجر معايا ناعم ويعمل مواضيع وكأنه كل حاجة طبيعية وما فيش أي حاجة، وبجد أنا حاسة إن أنا حد خابطني على دماغي ومش مستوعبة إيه اللي حاصل لي ده، هو بجد الكلام ده والّا أنا باحلم والّا ده إيه؟ بيحاول يقرّب مني لكن أنا رافضاه طبعًا ومش قابلاه أصلًا، وطبعًا مش قادرة أكلم أهلي ولا أخلّيهم يتدخلوا في حاجة لإنهم أصلًا كانوا مانعين الكلام ده كله، وأنا مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة آخد حقي منه، هو هل أتصرّف إزاي في اللي أنا فيه ده؟ علشان كل حاجة ترجع زي ما هي وكل حاجة ترجع طبيعية ومن غير ما آخد حقي. لإنه هو مستحيل ما هيرجّع لي ولا مليم من فلوسي، أنا مش عارفة أعمل إيه وإيه اللي أنا عملته في نَفْسي ده، بِعت دهبي وعملت له قرض بضمان وظيفتي ودنيتي اتخربت بسببه هو، أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عايشة دلوقتي في شقة إيجار واللي جاي على قد اللي رايح، أعمل إيه؟ أنا مش عارفة، هاتجنن ما بانامش الليل من كتر التفكير، باروح الشغل وأنا مدروخة، أنا والله ما عارفة هو لو ما كانش جوزي بقى كان عمل فيّا إيه؟ أنا مش عارفة أعمل إيه، إيه الحل عشان بجد غلبت؟ بُصّي، هو مبدئيًا الحل كان من عندِك أنتِ أو الغلط من عندِك أنتِ من البداية، كنتِ المفروض قبل ما تبيعي دهبِك أو أنتِ واثقة فيه يعني هو المفروض ما كانش يعمل كده يعني أنتِ واثقة فيه، المفروض كنتِ قبل ما تبيعي دهبِك كان هو نقل لِك ملكية البيت باسمِك أنتِ، بس هو بقى فاللي أنتِ هتعمليه إيه دلوقتي، اللي أنتِ هتعمليه إنِّك هتروحي البيت، لإنِّك لو ما رُحتيش البيت هيبقى خسرتِ كل حاجة فعلًا، فأنتِ هتروحي البيت تقعدي فيه وهتروحي شقتِك وتحاولي تقنعيه أو تتكلمي معاه بكل سياسات العالم إن هو لأ، لازم حتى تكتب لي حتى لو نُص البيت، أنت مثلًا ليك الأرض وأنا ليّا البيت أو ليّا اللي أنا بنيته، فتحاولوا تكتبوه بالنُص، مش لازم كلّه يبقى ليكِ مثلًا، حاولي تقنعيه بكده، أو نُصّه لمامتك ونُصّه ليّا، أنا مش هينفع أنا وثقت فيك وبعت لك دهبي وبعت لك وعملت لك كمان قرض، يعني أنا لسه هاقعد أسِد فيه قد كده علشان خاطر أرضيك، وأنت بعد ده كلّه تعمل فيّا أنا كده! طب ليه؟ وتتكلمي معاه بالراحة ليكِ وما تقوليش دلوقتي لأهلِك أي حاجة، لحد أمّا تشوفي هو هيعمل إيه، وافق باللي أنتِ قُلتيه عليه وأنتِ نُص وهُم نُص أو مامته نُص البيت وأنتِ نُص البيت تمام، ما وافقش يبقى بقى حاولي تدخّلي أهلِك بس حد يكون كلامه مسموع، إن هو يقدر حتى لو هتاخدي نُص البيت مش لازم كلّه، يعني أي حاجة تضمن لِك حقِّك، فاهمة؟ بس فهو ده الصح يعني، حرام عليه والله اللي هو عمله ده، ربنا يعوّض عليكِ ويصلح لِك حالِك.